عايز تحافظ على باقتك لآخر الشهر؟ يبقى الفيديو ده علشانك. خليكم معانا ومستر تك. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. عايز تحافظ على باقتك لآخر الشهر؟ يبقى هتعمل حاجة من اتنين. إما إنك هتفتح الفيس وتيجي على الإعدادات، إعدادات الخصوصية، الإعدادات، هتيجي هنا ننزل طبعا تحت شوية لحد الوسائط. هنضغط على الوسائط. هنيجي هنا في إعدادات الفيديو. اللي يهمنا هو تشغيل مقاطع الفيديو تلقائي. هتيجي هنا تختار إيقاف التشغيل، يعني هيخلي لك الفيديوهات ما تشتغلش تلقائي. انت اللي هتشغل الفيديو اللي انت عايزه، بحيث ان الفيديوهات ما تشتغلش عمال على بطال وتسحب من الباقة بتاعتك. طبعا الاعدادات ديت هتعملها على كل موبايل متصل بالراوتر. بتاعك. طب في حل تاني؟ في. الحل التاني انك تدخل على صفحة الراوتر، طبعا بالطريقة اللي كلنا عارفينها 192.168.1.1. تكتب طبعا اليوزر نيم ادمن والباسورد اللي موجود على ظهر الراوتر. هنيجي على انترنت باندويث كنترول. هنا لازم تكون مفعل الباندويث كنترول، يعني يكون على كلمة enable bandwidth control تعلم علامة الصح. هنا هتكتب السرعة المناسبة ليك. أنا هنا مثلا كاتب 512. طبعا أنت ممكن تقلل، مفيش مشكلة، ممكن تزود، مفيش مشكلة. طب هعرف ازاي إذا كانت السرعة ديت مناسبة ليا ولا لأ؟ طب أعرف منين إن السرعة ديت مناسبة ليا أو لأ؟ هتختار السرعة اللي أنت عايزها أو هتكتب السرعة اللي أنت عايزها، وبعد كده بتضغط على سيف، وبعد كده بتروح على المتصفح بتاعك، يعني وبعد كده هتروح على المتصفح بتاعك، أو بمعنى أصح هتجرب خدمة الإنترنت. لو لقيت الخدمة معاك كويسة ومناسبة يبقى تفضل على السرعة دي. لو لقيتها مش مناسبة ممكن تعلي أو تقلل لحد ما توصل للسرعة المناسبة ليك. طيب ديت هتخلي الفيديوهات ما تشتغلش معاها تلقائي؟ لا طبعا، دي ملهاش علاقة بإن الفيديوهات تشتغل تلقائي أو لا، ولكن ديت هتقلل من جودة الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها، وبالتالي هتقلل من استهلاك الإنترنت. فيستحسن تعمل الطريقتين، وهي إنك تخلي الفيديوهات ما تشتغلش تلقائي على الفيس، وفي نفس الوقت تقلل السرعة لحد ما توصل للسرعة المناسبة ليك واللي هتحافظ لك على باقتك لآخر الشهر. بالنسبة للإعدادات بتاعتنا ده على راوتر HG630. الإعدادات ممكن تنفع لراوتر HG633، وممكن كمان تنفع لراوتر DG8045. يبقى أي موديل من الراوترات ديت هينفع معاه نفس الإعدادات، وهتلاقي شرح مفصل للراوترات ديت، وأي مشكلة هتواجهك ادخل على القناة وهتلاقي الحل بتاعها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك
وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.